لما فاتت الشرطة لجوا شافت الأم والأب والبنتين متوفين، وعلى وجوههم نظرات الرعب والخوف. على الغالب متوفين بسكتة قلبية. وأنا تذكرت اللي صار معنا، يا ترى من خوفهم توفوا ولا صار شي معهم؟ قررنا نروح أنا وزوجي على مكان بعيد شوي عن المدينة، يعني على طرافة. نحن مدينتنا مشهورة كتير بالمناظر الطبيعية الخضراء، وحبينا نروح على الأكواخ يلي بتكون موجودة على العالي بنص الغابة، يعني منقضي كم يوم حلو بالطبيعة. وفعلا جهزنا كل شي وطلعنا بالسيارة، وأخذ معنا الطريق ساعتين. من أحلى المناظر اللي شفتها بكل حياتي. وصلنا على الكوخ، وسبحان من سخر لنا هذا. شو أحكي لكم وشو أوصف لكم، كل شي كان حلو، بتحسوا روحكم تجددت من أول وجديد. بلشنا نفرد الأغراض وجهزت أكل وأكلنا، ومرق الوقت ومن أجمل الأوقات للأمانة. وإجا وقت النوم، جهزنا حالنا ورحنا على السرير. فجأة يندق الباب. استغربنا كتير، يعني هون نحن لوحدنا، وأنا بصراحة كتير خفت. وزوجي هداني وقال لي ما بده كل هاد، يعني عادي، بجوز يكون واحد تايه أو مقطوع من البنزين. نزل يشوف مين، وقال مين، بس ما كان في ولا صوت. رجع قال مين، ما حدا رد. فتح الباب، ما شاف حدا وسكر، وقال لي ما في حدا. وبعد بشوي بيرجع بيندق الباب. هون خفت أكتر، يعني إيش عم بيصير؟ نزل زوجي ورجع يقول مين في برا، ما في رد. رجع قال مين، كمان ما كان في رد. فتح الباب للمرة الثانية، بس كمان ما شاف حدا. هون حسيت زوجي خاف شوي، بس ما خبرني حتى ما خاف أنا كمان. ورجعنا بدنا نطلع، لأني غرفة النوم بالطابق الثاني. رجع ندق الباب مرة جديدة. هون صار التوتر مليون، وهالمرة ما فتح الباب، طلع من الشباك، ما شاف حدا. بس أقسم بالله التوتر رهيب. نص الليل ووحدنا في هالمكان، وعم يندق الباب علينا من شخص مجهول. المهم عدت الليلة على خير، وفقنا الصبح. وزوجي طلع وصار يطلع حوالين الكوخ، بس ما شاف ولا شي يلفت النظر. مرق اليوم ونسينا القصة، وكانت الأجواء كتير حلوة ورايقة. اجا الليل وقررنا نسهر على فيلم، وعملنا شوية أكلات لزوم السهرة، وشغلنا الفيلم. وبعد بشوي بيندق علينا الباب، بس هالمرة كانت مرة عم تسأل عن ناس كانوا قبلنا. خبرناها ما في حدا غير نحن هون، وراحت. بس بعد ما راحت استغربنا كتير، كيف مرة بهالوقت طال على وحدة وبهالمكان المقطوع. المهم رحنا نكمل الفيلم، وبيرجع بيندق الباب، وبتكون نفس المرة يلي اجت من شوي، وبترجع بتسأل عن نفس الناس يلي سألت عنهم بالمرة الأولى. بس هالمرة نحن ما فتحنا الباب، لأنه صار شي ماله طبيعي. ومع حديثنا مع المرة على الباب بيصير بيندق على الشباك. اقسم بالله ما رح اقدر اوصف لكم المشاعر والشي اللي حسينا فيه. حسيت رح يغمى علي من كتر الخوف. المرة من طرف، واللي على الشباك من طرف ثاني. وزوجي ما عم يعرف شو يعمل، خاف يكونوا اكتر من شخص عرفوا انه نحن موجودين لحالنا ويحاولوا يأذونا. وبلحظة فجأة كل شي بيختفي، ببطل يندق على الباب، والرجال اللي كان واقف على الشباك بيختفي. وبتحسوا انه هن متفقين مع بعض. وهون بعد ما هدي الوضع، زوجي حاول يتصل بالشرطة، يعني يجي حدا يساعدنا او يطالعنا من هون، بس عبس، ما في اي فايدة. قرر زوجي نطلع على الطابق الفوقاني اللي فيه غرفة النوم، بما انه اصغر، لو صار شي لا سمح الله هنيك واحد بيقدر يداري حاله يحمي حاله. وفعلا اخذنا الشغلات اللازمة وطلعنا لفوق. ونحن طالعين رجع الباب اندق من جديد، والشباك كمان بنفس الوقت. حسيت رجلي ما بقى يقدروا يحملوني لأطلع لفوق. ساعدني زوجي وطلعنا، والله لا يحط حدا بهيك موقف. قفلنا الباب علي وعلى زوجي، وقعد زوجي يحاول يتصل على أي حدا يجي طالعنا ويساعدنا من هون، بس ما كان في رد. وبعد بشوي بتحسوا 10 أشخاص تحت عم بيدقوا على الشبابيك وعلى الابواب. هون الخوف زاد اكتر.
شو بدهم منا هدول الناس وليش هيك عم يعملوا؟ فجأة بتختفي كل الأصوات، والحمد لله بيعلق خط واحد من الفروعة التابعة للشرطة، وزوجي بحكي لهم كل شي. ولحسن الحظ في دورية قريبة من هداك المكان اللي نحن فيه، وما في نص ساعة كانوا عنا وفتشوا كل شي حرفيا، وبين عليهم من الدعسات انه في كتير ناس كانوا قدام الباب وحوالين شبابيك الكوخ. لمينا أغراضنا ونزلنا بسيارة الشرطة، ومن هداك اليوم ما بقى نروح على هيك أماكن لوحدنا، شي مستحيل يتصدق، والسبب ضل مجهول لوقت ما كنت عم بتفرج على برنامج على التلفزيون، وكيف شافوا فيه بنتين وأم وأب متوفين، وعلى وجوههم نظرات الرعب والخوف، وعلى الغالب متوفين بسكتة قلبية. وأنا تذكرت اللي صار معنا، يا ترى من خوفهم توفوا ولا صار شي معهم؟ شو جاي على بالي اطلع على هداك الكوخ واعرف الحكاية ومين هدول. لو بدكن اعمل هيك شي خبروني بالتعليقات، ولو شفت شي حماسي بتعليقاتكن رح اطلع، بس اكيد مو لحالي، بس لازم اعرف حكاية الكوخ والناس اللي بتتردد عليه بغرض تخويف الناس.